فرق بين اللي بيشتغل طول الوقت وبين اللي بيوصل فعلا. في ناس بتشتغل 12 ساعة في اليوم 12 شهر في السنة وتيجي في الآخر تحس إنها ما اتحركتش خطوة حقيقية كبيرة. وفي نفس الوقت في ناس تانية بتعمل نقلة كبيرة كل سنة في عمرها. ده بيحصل ليه؟ الفرق مش في كمية الشغل، الفرق في التركيز على الهدف مش على الشغل. لما تفضل مركز في المهام اليومية هتغرق في التفاصيل، هتدور على الكمال وممكن تنسى انت ليه بدأت أصلا. لكن لما تركز على الهدف النهائي كل مهمة هتبقى وسيلة مش غاية. الناس اللي بتنجح مش أكتر ذكاء لكن عندهم بوصلة بتقول لهم هل اللي أنا بعمله النهاردة بيقربني لهدفي ولا لا. اللي بيبص على الهدف بيشوف الصورة الكبيرة، أما اللي غرقان في التفاصيل بيشوف بس الحاجة اللي قدامه. والنتيجة انك هتلاقي نفسك متحمس اللي انت بتعمله من غير ما يسحبك في دوامة مملة من التفاصيل اللي ممكن بالفعل تتوهك معاها وتلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك من غير نجاح كبير حقيقي. وعشان تقدر تعمل ده حدد أهدافك بالشكل الصحيح، اكتبها واقراها باستمرار، حط لها خطة عمل في شكل خطوات، امشي في خطواتك وانت مركز على الهدف مش اللي انت بتعمله. لما تقابل صعوبة او تأخر في الخطة بتاعتك قيم أدائك وحدد سبب التأخر ده واشتغل انه ما يحصلش تاني. علي على نفسك وارفع أهدافك عشان تحمس نفسك باستمرار وتحقق أكتر كل يوم. استمر في التعلم والتقييم والتصحيح في كل مرحلة من حياتك. قول لي بقى في التعليقات ايه أكتر حاجة بتشتتك وبتعيقك عن تحقيق أهدافك عشان نشتغل عليها مع بعض إن شاء الله.